يوم 7 أغسطس 2025 شركة اوبن اي اي أعلنت عن نموذج جي بي تي 5. هو مش مجرد نسخة متطورة، ده ذكاء اصطناعي بمخ دكتور جامعة. تعالوا أقول لكم على أهم 7 مميزات في جي بي تي 5 تخليه أخطر وأذكى نموذج ذكاء اصطناعي حتى الآن. أول ميزة معانا، زمان كنا بنقول للذكاء الاصطناعي حلل لي ده، دور لي على إجابة وخلاص. دلوقتي جي بي تي 5 بيحلل ويفكر ويربط ويقول لك بما ان حصل كذا يبقى من منطقي ان كذا يحصل. حرفيا بقى عنده طريقة تفكير بشرية بس من غير ما يغلط او ينسى. تاني ميزة، بيقلل الاخطاء والهلاوس. عارف لما تسأله على حاجة ويألف؟ الموضوع ده قل بنسبة كبيرة جدا في جي بي تي 5، وبقى بيدقق في المصدر وبيعتذر لو مش متأكد. يعني مش بس ذكي، ده كمان مؤدب وكمان سريع جدا. تالت ميزة، بيختار النموذج المناسب تلقائيا. زمان كنا بنسأله احنا لازم ايه الاصدار والموديل اللي هنستخدمه، دلوقتي جي بي تي هو اللي بيختار انسب نموذج حسب طلبك. يعني لو عايز كتابة ابداعية يشتغل لك نموذج مخصص للابداع، لكن لو عايز برمجة او تحليل بيانات بيبدل فورا النموذج الاقوى في المجال، وده طبعا بيوفر وقتك ومجهودك. رابع ميزة، بيستخدم جوجل كالندر وايميلك. لو اديته الصلاحية يقدر يشوف مواعيدك ويبعت ايميلاتك ويجهز لك ملفات كأنه سكرتير شخصي. خامس ميزة، استجابة آمنة وذكية. لو سألته سؤال حساس مش هيقفلها في وشك ويقولك لا مش هقدر أجاوبك، لا هيشرح لك ليه السؤال فيه خطورة أو يحاول يساعدك بأفضل شكل ممكن. يعني في ذكاء وفي حكمة كمان. سادس ميزة، تقدر تختار الشخصية اللي بترد بيها. تخيل تقول له اتكلم كأنك ساحر، أو اتكلم كأنك روبوت، أو اتكلم كأنك عالم فيزياء، وهتلاقيه فعلا بيتقمص الشخصية. يعني بقى فيه شوية تمثيل كده بس تمثيل جامد. سابع ميزة، بيسحب ملفات ضخمة جدا. يعني لو انت بعتله كتاب كامل أو قاعدة بيانات هيقدر يفهمها ويرد عليك كأنك لسه قايل له حاجة من ثانية، وده بيوصل لحجم السياق 256 ألف توكن. جي بي تي 5 لسه في بدايته، وده معناه إن إحنا داخلين على عصر مختلف تماما في التعليم والبرمجة. كل حاجة. لو أنت لسه ما بتستخدمش الذكاء الاصطناعي في شغلك فأنت بتتأخر عن العالم كل يوم. لو عايزيني أعمل حلقة مخصوص إزاي تستخدمه جي بي تي 5 في شغلك أو في مجالك، اكتبولي في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لأن اللي جاي بجد هيخض.